مع سيف المشكله كانت مختلفه شويه. سيف كان بيقول لي ان افكاره بتجري في دماغه بسرعه رهيبه جدا، وانه مش قادر يمسك فكره واحده ويفكر فيها بهدوء. دماغه زي التلفزيون اللي بيغير قنوات لوحده كل شويه. اشتغلنا على طريقه ال5 دقائق المقدسه. سيف كل يوم يقعد 5 دقائق بس، يقفل عينه ويركز على انفاسه. مش تامل ولا حاجه معقده، مجرد انه يحس بالهواء وهو داخل وهو خارج من جسمه. اول كام يوم سيف كان بيقول لي انا مش قادر اركز حتى 5 دقائق. قلت له ده طبيعي، دماغك زي العضله، لو ما استعملتهاش في الجيم من سنين مش هتقدر ترفع وزن تقيل من اول يوم. بعد اسبوعين سيف بدا يحس بالفرق. قال لي انا بقيت اقدر افكر في الحاجه الواحده لفتره اطول، وبقيت احس ان افكاري منظمه اكتر. وده عشان دماغه اتعود على حاله التركيز في حاجه واحده، حاله ان كل انتباهه يبقى موجه لنقطه واحده بس. مع داليا لقيت ان مشكلتها ان بيئه الشغل بتاعتها مليانه مشتتات. الموبايل بيرن كل شويه، الناس بتكلمها، الاصوات اللي حواليها عاليه قوي. قلت لها مش هتقدري تركزي في وسط الزحمه دي، لازم تعملي لنفسك بابل او فقاعه حمايه من المشتتات دي. داليا عملت حاجات بسيطه بس مؤثره جدا. حطت الموبايل على سايلنت وساعات مخصصه تشوفه فيها بس. لبست سماعات حتى لو مش بتسمع بيها حاجه عشان الناس يحسوا انها مش فاضيه للكلام. عملت لنفسها ركن في الشغل يبقى مرتب ونظيف ما فيهوش حاجات كتير تشتت نظرها، والنتيجه كانت مذهله الحقيقه. داليا قالت لي انا حاسه ان رجعت الاقي نفسي تاني، حاسه ان في سكينه جوايا ما كانتش موجوده من سنين، وده عشان دماغها بقى يشتغل في بيئه صحيه، بيئه مش مليانه مثيرات اكتر من اللازم.